السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا هنعمل فراخ في الفرن. المكونات طبعا بتاعتها جايبين طبعا أهم حاجة عندنا الخلطة اللي احنا هنحشيها بيه. معانا قوطة ومعانا فلفل ومعانا بصلة هنقطعها وليمون وخل. هنفرم كله ده في الكبة بتاعتنا. وادي الفراخ اللي احنا بعد ما نضفناها، الطريقة دي نضفناها كويس بالخل والدقيق وشوية من الليمون كده تمام. ومعانا شوية تاني من الخل برضو هنضيفها عليها، وكل التوابل بتاعتنا اللي هنشوفها دلوقتي. هنحط ادي الخلطة اللي احنا قلنا عليها ونضربها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربناها كده اهو. تسلط عليا الصار هيني. دي الخلطة كده بتاعتنا، هنعصر عليها ليمونة وهنحط عليها كمية حلوة كده من الخل، فنجان من القهوة من الخل عشان تشبع منها خل وليمون. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كده عصرنا الليمون وهنضيف شوية من الخل حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخل ده بيديها طعم حلو جدا للفراخ. 20 بصلة كده، هنحط شوية من البابريكا. ودي التوابل بتاعتنا اللي احنا قلنا، شوية من القرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرفة وشوية من الكزبرة وشوية من التوم بودر اهو، وشوية من الجنزبيل وشوية من الفلفل. كله ده التوابل، وشوية طبعا من الملح. تمام، حطينا كده الملح. وما تنسيش معلقتين كبار من الزيت. ادي معلقتين من الزيت. بالظبط كده. هنقلبهم كويس في بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنجيب الفراخ بتاعتنا كده عشان تشبع بس من الخلطة. اهي.
اشبعها كده كويس بالخلطة كويس. دي الكبدة اللي معاهم برضو الطريقة دي. وبعد ما خلصنا كده هنحط ايه برضو معلقتين من الخل. كده مش هنحط اي نوع من ميه خالص خالص، مش هنحط ميه خالص. كده هي تنزل الميه بتاعتها بالشكل ده، وعلى طول كده هنحطها في الفرن وهنشوف شكلها عامله ازاي. وكده خلصناها هنحطها في الفرن، وبعد كده هنشوف هتطلع ازاي. ونقول ايه كده، نقول بالهنا والشفا. وما تنسيش تحط اللايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.